أيتها العزيزات متتبعي قناة صدى فاس تيفي، صباحكم سعيد وتحية من الأعماق. أشعر بحزن عميق ولا أخفيكم سرا في ذلك، لأنني عندما سمعت خبرا مؤسفا هزني ذلك الخبر هزا عنيفا، وشعرت بصدمة عميقة قوية، حيث لم أستطع أن أكفف دموعي لما بلغني خبر مفجع. هذا خبر مفجع، ذلك أن الساحة التقدمية والاشتراكية ببلدنا فقدت أحد أبنائها البررة يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، ويتعلق الأمر بوفاة الدكتور محمد الخضوري، الذي خلفت وفاته حزنا عميقا لدى كافة الشرائح الاجتماعية بفاس من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني، حيث عرفت جنازته حضورا جماهيريا كبيرا، مما يعكس عمق المحبة التي يكنها مواطن ومواطنات فاس للراحل. وكان في طليعة مودع راحل الأب الروحي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأخ محمد جوهر، الذي أصر على حضور مراسم الجنازة رغم مرضه. كما حضر مراسم الدفن عضو المكتب السياسي والكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس الأخ جواد شفيق. وكما هو معلوم، يعتبر الراحل أحد مؤسسي فرع النقابة الوطنية للصحة بفاس، إلى جانب رفيق دربه الدكتور عبد العزيز القدوري سنوات السبعينات بقاعة سينما بيجو بحضور البروفيسور الراحل محمد بوزباع. ونتيجة لذلك ونتيجة لتأسيس هذا الفرع تم طردهما من وظيفتهما كطبيبين في مستشفى الغساني. أيها الأعزاء، لقد ظل الدكتور الخضوري وفيا لمبادئه الاشتراكية منذ أن كان طالبا، كما ترأس الفريق الاتحادي لمجلس الاستشاري لسنوات عديدة، بالإضافة إلى انتخابه عضوا بمجلس فاس، حيث دافع دفاعا مستميتا عن قطاع الصحة وعن الطبقة الشعبية وكافة الطبقات العمالية. وكان رحمه الله يكره اللغة السوداوية والأسلوب المتشائم ولغة اليأس. وللتاريخ فقد كان يساهم المرحوم ماديا ومعنويا كلما طرق بابه فريق فقير أو مناضل اتحادي. وزيادة على ذلك، فهو إلى جانب مهنته كطبيب جراح كان قارئا ناهما للجرائد الوطنية والأجنبية والروايات الأدبية والمجلات المختصة. وبعد صلاة الجنازة على روحه الطاهرة بمسجد الجامعين، وخلال دفن جثمانه بالمقبرة، أبنه الأخ جواد شفيق الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي وعضو المكتب السياسي
بكلمة مؤثرة نقتطف منها ما يلي. أيها الأخ، نحن اليوم هنا جئنا لنودع أخانا ورفيقنا وحبيبنا سي محمد الخضوري، الذي نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته. وأضاف: نودعك رفقة أبنائك وإخوانك وأصدقائك ومعارفك الذين مشوا وراء نعشك باكين مبتهلين إلى الله أن يرحمك بعفوه وأن يغفر لك. فنحن نودع رجلا شهما أصيل التربية ورمزا للوفاء والإخلاص. واليوم نترحم على السي محمد الخضوري، جازاه الله خيرا لما قدمه من أعمال جزيلة لمدينته ووطنه. والعزاء كل العزاء يكون دليلنا على ما تمتع به هذا الرجل من عظمة وفكر ظل به وفيا صامدا ومناضلا وما غيرها تغييرا. أيها الأعزاء، أيتها العزيزات، كانت تربطني براحل علاقة قوية، فإلى جانب نضالنا بالاتحاد الاشتراكي كل في واجهة معينة، فقد سبق لي أن أجريت معه عدة حوارات تهم القضايا الوطنية والمحلية على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي وجريدة صدفات، فكانت أجوبته مقنعة وفي الصميم وتلاقي تجاوبا كبيرا مع القراء. ووفاء لروحه الطاهرة يسعدني أن أعيد عليكم أحد أجوبته حول قضية شائكة أثيرت في مجلس فاس على عهد الوالي الأسبق السيد محمد غرابي يوم 9 فبراير 2008، والمتعلقة بتوسيع المجال الحضري لفاس وكذا الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي. وكان جوابه كما يلي: لننظر إلى المقترح الذي قدمته ولاية فاس، وقد قدمناه للدكتور محمد الخضوري رحمه الله، وبعد تأمله أجابنا الدكتور، وهو النائب البرلماني الاتحادي عن جهة فاس بولمان وعضو مجلس المدينة، لمعرفة رأيه ورأي الفريق الاتحادي في هذا المشروع، حيث أوضح لنا أنه راسل السيد والي فاس في هذا الشأن، مسجلا إيجابية الوالي وتعامله المفتوح عبر إشراك الفاعلين، وهو ما يتماشى مع المفهوم الجديد للسلطة كما عبر عن ذلك جلالة الملك منذ اعتلائه للعرش. وأضاف الدكتور محمد الخضوري: إنما أعبر عنه في هذا الموضوع هي أفكار نابعة من تصورات حزب الاتحاد الاشتراكي لمستقبل المدن المغربية وتأهيلها وهيكلتها بما يضمن عقلنة توسيعها وانسجام عمرانها وتوازن بنياتها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ومحليا وصحيا. وفي هذا الإطار أثير انتباهكم أن الدورية التي سبق تعميمها على العمال والولاة، والتي تهيب بتسهيل مسطرة تفويت أراضي الإصلاح الزراعي أم الأراضي الزراعية، تتنافى مع رؤية
سالفة الذكر ومع الأهداف الإيجابية لمقترحكم بتوسيع المجال الحضري لفاس، لأن هذه الأراضي تعرضت للمضاربات القبلية، ومن شأنها حرمان الدولة والجماعات المحلية من أراضي مهمة لتتوسع وحول السيناريوهات التي عرضت علينا والخاصة بفاس، فإنني أرى، يقول الدكتور الخضوري، أخذ المعطيات السوسيو-اجتماعية للمدينة ومحيطها بعين الاعتبار، وندعو إلى الارتقاء بالجماعتين القرويتين وللطيب وعين شقف لتصبح جماعتين حضريتين للتخفيف من الأعباء على مدينة فاس، وبالتالي فإن الجماعتين ستصبحان قطبين عمرانيين متكاملين ومنطقتي جذب سياحيتين للاستثمار. كما ندعو إلى مواكبة السلطات محليا ومركزيا لهذا التحول المهم، ودعمه بالتخطيط اللازم مع احترام قانون التعمير وفرض القواعد الأساسية في منح رخص البناء حتى لا تتكرر أخطاء الماضي التي أدت إلى اختلالات اليوم. هكذا تنشوف أيها الأعزاء أيتها العزيزات أن الدكتور راحل كانت له واحد الرؤية مهمة خاصة بالنسبة لمدينة فاس ولمستقبلها، وكانت تلك رؤية عميقة، كما لاحظنا أنه طالب أن لا يكون توسع المجال الحضاري على حساب مدينة فاس، لأن ذلك من شأنه أن يجعل الهجرة تتكاثر وأن المهاجرين يدخلون إلى فاس. لذا دعا إلى ترقية جماعة الطيب وجماعة عين شقف كما لاحظنا لتصبح جماعتين مستقلتين حضاريتين. أيها العزيزات أيها الأعزاء متتبعي قناتنا، إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، متمنيا لكم الصحة والهناء وطول العمر، وإلى أخي السي محمد الخضوري الرحمة والمغفرة من الله تعالى، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك عند الله أجرا. وعزاؤنا إلى أسرة الفقيد وزوجته وأبنائه وأصهاره ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تنسوا مرة أخرى الانخراط في قناتنا، لأن ذلك دعم لإعلامنا الجهوي الجاد. إلى اللقاء.